لو جالك 12,000 جنيه بالغلط هتعملي ايه؟ تعالوا بقى مشروبك ورباية علشان هقولك على موضوع فعلا حصل. واحدة كانت معانا هنا في الشغل جالها 5000 جنيه بالغلط. انا حكيت لك الموضوع ده قبل كده عشان في واحدة تانية جالها فلوس برضه. واحدة جالها 5000 جنيه بالغلط، تمام؟ على الحساب البنكي بتاعها. الموظف البنك يتصل بيها: يا بنتي يعني يتحايل عليها، ده يا فندم دول فلوس ناس ويقولك بالغلط ومعرفش ايه. هي ترد تقول انا مالي، انا ما خدتش حاجه من حد، دي جت على حسابي، انا ماليش دعوه. البني ادم يتحايل عليها: طب دي فلوس ناس، طب انا هتأذي في وظيفتي، طب هيحصل، طب مفيش. مش راضيه ترجع ال 5000 جنيه اللي هم جم على حسابها بالغلط، وقالت انا مالي. المفروض ان البنت دي مسلمه، ماشي، ومعاها ابن وكده. انا مش عارفه اقول التفاصيل دي ولا لا، عشان تشوفوا الفيديو. هي شخص محتاج يعني الفلوس، بتشتغل عشان تصرف على ابنها وكده. ما علينا. اللي حصل انه مرضتش ترجع الفلوس دي خالص. ما صبحش عليها يومين وتعبانه، عندها اعراض فظيعه، يعني اعراض متعبه فعلا، هي مش هتقدر تنزل من بيتها خالص. جات لها اعراض كتير، راحت كشفت وحللت وخدوا منها فلوس قد كده، والدكاتره المشكله ان التحاليل وكل حاجه طالعه صح. طب الغلط فين؟ طب ايه المشكله؟ مش عارفين، والدكاتره مش عارفين ايه المشكله. قعدت تصرف فلوس على علاج وكشف وتحاليل، وبرده مفيش اي نتيجه ظاهره ايه المشكله اللي عندها بالظبط عشان تتعالج. بس لغايه كده لا، اللي حصل بعدها انه حصلت مشكله مع المديره معاها، واتكلمت يعني حصل مشكله واتخانقوا، وقالت لها خلاص يعني ان هي ده اخر ايامها ومش هينفع تيجي الشغل تاني، عشان خدت 5000 جنيه. استحلت فلوس مش بتاعتها، خدت فلوس مش بتاعتها، وقالت اصلا انا ماليش دعوه، هم اللي جم عندي، لان في ناس كتير بتفكر كده، انا ما خدتش حاجه من حد، هي جت لغايه عندي. واستحلت فلوس حرام، واستهبلت واستعبطت. يعني هي لو بتستهبل وتستعبط خدت رزق ناس، وخدت حاجه مش بتاعتها، واذت بني ادم تاني، وهي قاعده انا ما عملتش حاجه. لا، انت عملتي، وانت عارفه كويس انك عملتي. ربنا اذاها في اكل عيشها، ربنا اذاها في صحتها. ال 5000 جنيه دول صرفت اضعافهم. انا بقول الموقف ده ليه بقى؟ علشان حاجتين. واحدة صاحبتي لسه امبارح اتحول لها على حسابها البنكي 12000 جنيه بالغلط، 12000 جنيه. فهي كانت منزله ستوري بتهزر، بتقول هو حد اهطل في الايام دي يحول فلوس مبلغ زي ده بالغلط؟ طب افرض ما كانش جالي. هي المهم يعني انها رجعت الفلوس، كانت منزله الستوري بتهزر. صاحبتي دي كريستيان، مش مسلمه، مسيحيه، عشان مش عارف يعني ايه كريستيان. المهم رجعت الفلوس دي. فالناس ترد في الستوري، الناس اللي عندها تقول لها ايه؟ تقول لها طب والله لو منك ما رجعهم، انت ازاي رجعتي المبلغ ده؟ ده هو اللي غلطان مش انت المفروض كنتي خدتي الفلوس. يعني انتوا يعني عادي تقبلوا حاجه حرام؟ احنا هنستعبط؟ انت عارف ان دي حاجه مش حاجتك. حاجه مش حاجتك جاتلك بالغلط، المفروض ترجعها. الامانه. احنا يعني اللي انا عايزه اقوله ان مش معنى ان انت مسلم فانت عامل بالقران بتاعه. مش كل مسلم عامل بالقران بتاعه، ومش كل مسيحي عامل بالانجيل بتاعه. المفاجاه بقى ان الاديان كلها والدينين دول بيحسوا على الامانه، يعني فيهم قران واحاديث، وفي الانجيل برضو بتاعهم نفس الكلام، ان الامانه دي حاجه مهمه في الاديان كلها. انا وريتكم واحده مسلمه اتصرفت ازاي وربنا جزاها ازاي، وواحده مش مسلمه واتصرفت ازاي، وطبعا ربنا هيجازيها كل خير على انها رجعت الفلوس لاصحابها. الحرام وحش، والبدايات اللي ما ترضيش ربنا نهايتها مش هترضيك.
وعايزه اقول يعني ان اهم من اهم الرسائل اللي عايزه اوصلها في الموضوع ان انت ما تحكمش على شخص ايه ده المسيحيين مش كويسين، ايه ده المسلمين مش كويسين عشان تصرف شخص واحد. انا وريك واحده مسلمه عملت ايه وواحده مش مسلمه عملت ايه، ملهاش دعوه بدينك ولا باي حاجه، هي ليها دعوه بالشخصيه والتربيه، وشخص عامل بالدين وفي شخص ما بيعملش بدين. بس ما تقبلوش حاجه حرام، وخلي بالكم ما تستعبطوش.